بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. مرحبا بكم في قناتي ليديليس دو فريدة. وصفتنا لنهار اليوم وصفة مملحات بعجينة قطنية. تقدري ديري 4 أشكال بحشوات مختلفة انت واللي متوفر عندك في الدار. بسم الله على بركة الله. نبداو بالمقادير. العجينة: خبز مغرف صغيرة، سكر مغرف صغيرة، ملح، كاس حليب دافي. في بول نحط الحليب، زيت، البيض، الخميرة والسكر والملح. نمزجهم مليح حتى يتجانسوا كامل مع بعضهم، ونقعد نزيد في الفرينة بالتدريج حتى نتحصل على عجينة طرية وتكون ملساء. في الاخير نزيد نص مغرف تاع زبدة، ندخلها كامل في العجينة تاعي ونغطيها ونخليها تخمر. لتحضير الحشو نحتاج المقادير الآتية: عندنا بصل مقطع شرائح، دجاج مقطع مكعبات صغار، نحطهم مع بعضهم مع 2 مغارف زيت، التوابل ملح، ثوم، فلفل اسود. نحطهم فوق النار، نقص النار ونخليهم يطيبوا على نار مهيله. بعد ما يطيب نقسم الحشو تاعنا على 2 اقسام. الجزء الاول ندير له حبه طماطم، والجزء الثاني ندير له حبه فرماج وكريم فريش، ونعاود نخليهم فوق النار حتى ينشفوا. والحشو الثالث درت فلفله، بصل، طماطم، سنينه ثوم، شويه ملح، شويه فلفل. اللي ما عندهاش الدجاج تقدر دير هذا الحشو. هذا هو الحشو، لازم تخلوه ينشف باش السوفلي تاعك ما يتحلش. هذا الحشو تاع الدجاج والطماطم، وهذا اللي درناه بلا كريم فريش وحبه تاع الفرماج. للتزيين نحتاج فرماج رابي، ونحتاج زيتون مقطع دوائر على حسب الرغبة، وعندنا صفار حبة بيض وشوية قهوة. هذا هو شكل العجينة بعد ما خمرت حتى تصيبوها تنبلت، تعرفوها خمرت مليح، لأنه العجينة تحتاج تخمر مليح باش السوفلي تاعكم والخبيزات يجوكم طريين. نحط العجينة في إناء، نكسر لها الخمور. في الأول نبداو بالخبيزات والميني همبرجر باش ما نجو نكملو السوفلي يكونوا خمروا. نقضب ندير دوائر 41 غرام. انا درتهم على يعني عينك ميزانك، كلا ما عندكش ميزان ديري عينك ميزانك تقريبا 41 غرام، ولا عندك ميزان وزنيهم 40 غرام. نبولوهم كما راكي تشوفي بكف اليد بهذه الطريقه باش يجوك ساهلين ويجوك يعني الحبه تكون شابه وملساء كما هكا. والشكل الثاني نفس الطريقة، وزن 40 غرام. نبسطوها شوية ونديروا لها ثقب في الوسط، يعني هذيك الثقبة اللي تكون في الوسط سي تكبريها شوية، لخاطر كي تعاود تخمر لنا للمرة الثانية هذيك الثقبة كون ما تكونش مليحة تاع الوسط، يعني رايحة تروح كي تخمر الحبة تاعك. نشكلها بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الكمية اللي عندنا. ندهنوهم بصفار البيض وشوية قهوة، والتزيين جلجلان، حبة حلاوة نتيا واللي متوفر عندك في الدار. نغطوهم ونخلوهم يخمروا للمرة الثانية باش نطيبوهم على فور يكون مسخن مسبقا. ودكا نحضروا السوفلي. نحل العجينه تاعنا اللي عندها الطابع تاع السوفلي تبغي تخدم به تخدم به، انا نخدم مباشره. نحل العجينه تاعي، نعمر الحشو، وكإضافة أنا زدت شوية زيتون وشوية فرماج على حسب الاختيار. ونغلق. بعدها نزير الحب.
بهذه الطريقة ونغلق عليها بالفرشيطة، يعني كامل صاير داير. ديري الفرشيطة في الفرينة وغلقيها كامل صاير داير. انا هذه هي الطريقة اللي نخدم بها. واللي تبغي تستعمل الطابع تاع السفلي يعني يجيها ساهل تستعمل الطابع تاع السفلي. الحبة الاولى عمرتها بتاع بلافارس تاع الدجاج والطماطم، والحبة الثانية عمرتها لكم بالتشكشوكة، والحبة الثالثة عمرتها بخليط الدجاج ولا كريم فريش. كل وحدة تخير الحشو اللي يساعدها. انا درت لكم 3 حشوات مختلفة وانتيا ديري اللي يساعدك. بعد ما نكمل كامل الكمية اللي عندنا ندهن سطح الحبة بالبيض ونرش عليها الجلجلان ولا حبة حلاوة انتيا والذوق تاعك انتي ومتوفر عندك في الدار. هذا هو الشكل السفلي النهائي. نمر الآن لطريقة تزيين الهمبرجر. هذا هو الهمبرجر بعد ما طاب، يعني شوفي يجي خفيف ومنبل. نقسم الحبة تاع الهمبرجر على 2. اللي تبغي المايونيز دير المايونيز، واللي عندها فرماج الطلي دير فرماج الطلي. ندهن الحبة بالمايونيز باه تجينا مشمخة، ونعمرها بالحشو تاع الدجاج والكريم فريش والفرماج اللي كنا طيبناه، ونزيدو حبيبات زيتون مع فرماج رابي ونغلق. هذه هي الحبة تاع الهمبرجر. والخبيزات ثاني زيناهم بنفس الطريقة. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم بعجينة وحدة تقدري ديري شحال من نوع تاع مملحات. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم ونكونوا خفاف على قلوبكم. ما تنسونيش بدعمكم فضلا وليس امرا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه لحباب الزينة في وصفات اخرى باذن الله.